في الفيديو ده هستعرض معاكم أهم اختبارات العربيات اللي منتشرة في شوارعنا بناء على طلبكم، عشان تعرف العربيات اللي موجودة في السوق دي عربيات آمنة فعلا ولا مجرد توابيت طائرة. وخلينا نتجاهل شوية حتة إنها على قد فلوسها دي، عشان المنطق ده نفس منطق إن أنت تروح تجيب أكل مسمم ومهرمن وتقول أصله على قد فلوسي. فيلا بينا نبتدي. وأول عربية معانا وهي السوزوكي نسبريسو، عربية لمحبي القهوة. عربية واخدة زيرو في اختبارات الأمان، أمانها في الشلاحات تماما. جزء كبير من الموضوع ده راجع طبعا لحجمها ورخصها والتوفير في صناعتها. العربية اللي معانا بعد كده السوزوكي سويفت، برضه واخدة صفر في اختبارات الأمان. الحقيقة سوزوكي بتقدم عربيات دون المستوى في حتة الأمان دي. كنت اتكلمت قبل كده إن التجميع الهندي تجميع سيء جدا، ويختلف تماما عن العربيات اللي بتتجمع وبتتباع في أوروبا مثلا، سواء من ناحية التجميع أو حتى من ناحية وسائل الأمان اللي بتكون موجودة في العربية. العربيات اللي بتتباع في أوروبا تقييمها مختلف تماما عن العربيات اللي بتجيلنا هنا. العربية اللي معانا بعد كده الشيفروليه افيو، ودي حالة خاصة جدا في اختبارات الأمان اللي معانا النهاردة الحقيقة. هما دلوقتي بيحاولوا يفتحوا باب العربية بعد ما اتعجنت قدامكم كده بجهاز، المفروض ان الجهاز ده بيقيس القوة المطلوبة لفتح الباب قد ايه. الجهاز ده بيركبه في مقبض الباب ويبتدي يقيس قوة الشد اللي هو محتاجها. طبعا هو الراجل حاول كتير يفتح الباب بالجهاز، بس زي ما احنا شايفين كده الباب رافض تماما ان هو يتفتح. مفيش بقى هنا معامل شد ومش معامل شد، هو عايز عتل عشان يتفتح. فهو لما لقى ان الجهاز جاب اخره خلاص ومفيش فايدة، نادى واحد صاحبه قال له تعالى بقى نفتح الباب سوا مع بعض. طبعا احنا شايفين المرحوم اللي اتعجن جوه العربيه دلوقتي شكله عامل ازاي، واحتاج اكتر من واحد ان هم يخرجوه. انا اعتقد ان هم ندمانين هنا على تمن الدميه اللي باظت مش على تمن العربيه نفسها. العربيه اللي معانا بعد كده وهي البروتون ساجا. الحقيقه الاختبار في المجمل كويس، ولكن الاختبار الوحيد اللي متوفر فيها هو الايجن انكاب، وان كنت انا مش شايف ان ده من الاختبارات القويه واللي مش معتمده قوي، ولكن هو الاختبار الوحيد اللي متوفر ليها. ولكن في النهايه هو احسن شويه من اختبارات التشاينا انكاب اللي تحس ان هم بيعملوها لعربياتهم عشان يسوقوها. العربيه اللي معانا بعد كده وهي الداتشيا لوجان، هي اسمها كده في اوروبا، وحتى الاختبار ده معمول للشكل الجديد مش للشكل القديم. المفترض ان اختبار الشكل الجديد كان يبقى افضل من الشكل القديم، بناء على ان لو في عيوب في الشكل القديم تكون اتعالجت في الشكل الجديد، ولكن للاسف ده ما حصلش. العربيه واخده نجمتين بس في الاختبار، وده طبعا قليل جدا. وده اختبار لليورو انكاب كمان. العربيه اللي معانا بعد كده النيسان صاني، ويعني الموضوع مش محتاج تعليق، معروف نتيجه النيسان هتبقى عامله ازاي. ده اذا كانت السنترا واخده بور، فتخيل بقى النيسان صاني هتبقى عامله ايه. العربية اللي معانا بعد كده الشيري تيجو 3، من أكتر العربيات اللي اتسألت عليها عربيات الشيري تيجو، وقلت رأيي كتير إن كل عربيات الشيري أمانها زي الزفت بكل موديلاتها. مفيش ولا موديل أثبت إن هو في اختبارات الأمان قوي أو يتحمل أو يحمي الراكب، والعربية مش بتبان غير في الحوادث. طول ما أنت ماشي في أمان الله مش هيبقى عندك أي مشكلة، وعشان كده واخدة في اللاتين إنكاب اللي هو برضه يعتبر أقل من الآي آي اتش اس أو من اليورو إنكاب، واخدة صفر زي الفل. العربية اللي معانا بعد كده وهي الفيات تيبو، وهي واخدة 3 نجوم من غير سيفتي باك واربع نجوم بالسيفتي باك. السيفتي باك دي مش اللي بتنزل عندنا خالص، فهنعتبر ان احنا اللي موجود عندنا 3 نجوم، وده يعتبر الحد الادنى لاي اختبار امان. اي عربية تحت ال3 نجوم تعتبر عربية ضايعة، وال3 نجوم في حد ذاتها تعتبر نتيجة متوسطة مش كويسة. الفرق ان بس بدن العربية بيكون واحد، وده عامل كويس. العربية اللي معانا بعد كده وهي فخر هيونداي، هيونداي اكسنت. وزي ما احنا شايفين كده هيونداي بتعمل اختبار رايح في داهية، وده اللي عودتنا عليه هيونداي، وبالذات هيونداي مصر. تخيلوا العربية دي فيها 4 ايرباجز، ومع ذلك نتيجة الاختبار بتاعتها كانت بور. تخيلوا بقى العربيات اللي عندنا اللي من غير ولا ايرباج ولا وسائل امان هتاخد ايه. معانا بعد كده العربية سوزوكي بالينو، والحقيقة هي فقط توقعاتي. يعني أنا تخيلت إنها هتاخد نجمتين أو أقل زي السوزوكي سويفت والديزاير، ولكن الحقيقة هي خدت 3 نجوم. 3 نجوم مش أحسن حاجة، ولكن زي ما قلنا ده الحد الأدنى للأمان. على الناحية التانية السياس دخلت اختبارات اللاتين إنكاب، ما دخلتش اليورو إنكاب، وواخدة فيها 4 نجوم. طبعا يورو إنكاب اختبارات أقوى والتدقيق بتاعها بيبقى أكتر من أي اختبار تاني، وحتى لو قلنا إنها بمعدل اليورو إنكاب ممكن تكون واخدة 3 نجوم، ولكن ده برضه مقبول. العربية اللي معانا بعد كده ام جي زد اس.
الام جي زد اسم العربيات الصيني القليلة اللي دخلت اليورو انكاب، وواخدة فيها 3 نجوم، مقارنة بعربيات صيني تاني كتير بعضها ما دخلش اختبارات خالص أو دخل اختبارات التشاينا انكاب بس. الام جي زد اس بتقدم أمان معقول جدا. العربية اللي معانا بعد كده السيات إيبيزا، وطبعا معروف العربيات الأوروبي بتهتم بالأمان بدرجة عالية جدا، فطبيعي إنها تكون واخدة 5 نجوم، وده اللي أثبتته إيبيزا في الاختبارات، إن الأوروبي فعلا الأمان فيه عالي. زي ما احنا شايفين كده، سواء التصادم الأمامي أو الجانبي العربية محافظة على المقصود الركاب في أمان. بعد كده معانا نيسان سانترا، ونيسان سانترا ما اختلفتش كتير عن أختها الصني، وواخدة بور برضه. وتخيلوا إن دي مش تجميع مصري ولا تجميع هندي، فتخيلوا بقى التجميع المصري والهندي هيبقى شكله عامل إزاي. اخر عربيه معانا وهي التويوتا كرولا، وبرضه التويوتا كرولا واخده 5 نجوم في الاختبارات، وهي كانت داخله في اليورو انكاب بس بالنسخه الهاتشباك مش السيدان، وبرضه واخده فيها 5 نجوم. ودي برضه حاجه متوقعه من صنع ياباني، لان اليابانيين بيهتموا بالامان بشكل كبير جدا. نفس القصه في الاصطدام سواء الامامي او الجانبي، بتلاقوا ان الركاب من جوه محميين بشكل كبير جدا. هنيجي بقى للتقييم النهائي. سوزوكي اسبريسو نعش طائر، سوزوكي سويفت نعش طائر، شيفروليه افيو دبل نعش طائر، بروتين ساجا امان كويس، رينو لوجان نعش طائر، نيسان صاني نعش طائر، شيري تيجو نعش طائر، فيات تيبو امان كويس، هيونداي اكسنت نعش طائر، سوزوكي بالينو امان كويس، سوزوكي سياز امان كويس، ام جي زد اس امان كويس، سيات ايبيزا امان كويس، نيسان سانترا نعش طائر، تويوتا كرولا امان كويس. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. ارجو ان انتوا تراجعوا نفسكم كويس وانتوا بتشتروا. امانكو ملوش تمن، ما تقولش عربية على قدها، عشان هو ده المنطق اللي خلى عربيات ملهاش لازمة تنتشر في السوق.